السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعضينا كيكة البسكويت. رسمة بسيطة. انا معايا هنا كوباية لبن، نص كوباية سكر، معلقتين باكو بسكويت، معلقتين كاكاو. انا دلوقتي بفضل باكل بسكويت من غير نكهة. كسر البسكويت زي ما حضراتكم كده شايفين معايا في الفيديو. طريقة سهلة وبسيطة، كيكة البسكويت ممتازة خطيرة، جربوها هتعجبكم قوي. لا تعب، لا فرن ولا بيض ولا سمنة، حاجة كده على البارد تحفة، تعمل في ثواني. طعم الجاتوه بالظبط، جربوها بس كده تعجبكم. انا دلوقتي خلاص كسرت البسكويت، هضيف كوبايه اللبن، نص كوبايه السكر، معلقتين كاكاو، قلبهم على البارد، حطهم على نار هاديه. معايا باكو بسكويت، معايا باكو شوكولاته، حطيت فيه مكعبتين شوكولاته، حللنا الطعم بتاعنا. ضفت الخليط مع البسكويت، بقلبه معايا، باكل الشوكولاته، اكسره قطع، احطه على نار هاديه، اضيف له معلقتين مكعبين زبده. حطيت الخليط بتاعي مربع، فرشت كيس تلاجة وحطيت الخليط بتاعي وحطيته في التلاجة تجامد. حطيت عليه الشوكولاته زي ما حضراتكم كده شايفين، واحطه في الفريزر يتماسك. هوزع الشوكولاته كده بالتدريج وهسويها، وعين الزياده. متنسوش بقى لو وصلتوا كده في الفيديو متنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. خلاص انا طلعت كيكه البسكوت معانا من التلاجة، تمسكت زي ما حضراتكم شايفين. انا بقطعها، بس منظرها تحفه، منظر وهم، لو منظر يفتح النفس. طعمها بقى تحفه، احلى كيكه على البارد، من غير ولا تعب ولا ارهاق ولا ولع فرن ولا سمنه ولا دقيق. بصوا ايه رايكم؟ لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.